السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة 7 رمضان، إن شاء الله هنعمل أكلة خفيفة، وبرضه يوم الجمعة عندي عزومة هنجهزها مع بعضكم تجهيزات أولية. مثلا هنعمل دلوقتي، كنا هنعمل أكلة خفيفة بس مش هتنفع لأن الساعة 4:30. كنت هعمل كنتاكي مطلعة الزيت، قلت لأ مش هينفع. هنعمل بقى مكرونة سباكيتي وهنعمل فراخ بانيه. أنا ما عنديش بانيه في البيت، هوريكم هتصرف ازاي. بصوا يا جماعة، الفراخ دي اللي أنا مربياها، بصوا محافظاها في التلاجة بالشكل ده. بصوا بيضة ما شاء الله. استنى اوريكم. بس في ناس بتقول لي كمية الفراخ اللي انت عاملاها دي هتسود، والله ما اسودت، طعمها احلى من بره. بسم الله ما شاء الله. بصوا، بس هي مجمدة. هوريكم بقى التانية. بصوا هنطلع الفراخ بتاعت العزومة علشان اعملها تتبيلة لحد يوم الجمعة. ومعايا هنا برضو تخزيعة المحشي. بصوا بقى دي الفراخ التانية. انا عايزة بانيه وما عنديش بانيه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الرخامة نظيفة يا جماعة، عشان محدش يقول الرخامة ايه مش نظيفة. هناخد من هنا بانيه. بصوا هنطلع بانيه، بس الصدور شكلها مجمدة. بصوا ما شاء الله. الفراخ دي 3 كيلو يا جماعة. انا عايزة اربي تاني والله، بس الجو حر لسه. ولما ايه نشوف هنعمل ايه. دول ال3 فرخات هناخد منهم البانيه، هحطهم تحت المية يفكوا شوية وهوريكم هنعمل ايه مع بعض. بصوا عقبال ما الفراخ ما تفك شوية، مطلعها من الدرع، بس دي لسه مطلعاها حلو. هنوزن مكرونة. انا عايزة نص كيلو. هعمل مكرونة سباكيتي. اطلعها في الصلصة، لا اطلعها بسرعة. بس انا عايزة نص بس. انا لسه صاحية ومتأخرة على الاكل، يعني ربنا يستر. العيال صايمين، الاكل يتعمل في ميعاده. بصوا كده نص. بصوا هنا انا مولعة المية. هنحط المكرونة. انا بحب احطها سليمة زي ما هي، ونحط لها شوية ملح وشوية زيت، بس كده. المكرونة عقبال ما تعمل اكون عاملة حاجة تانية. هي الحلة اللي انا هعمل فيها الصلصة. مش قادرة اوسخ مواعين يا جماعة خالص. مواعين رمضان كل سنة وانتم طيبين مش بتخلص. بصوا هنا. وده انا كنت عاملة عرقسوس من السنة اللي فاتت وحطاه في الفريزر، طلعته بقى. بصوا يا جماعة دلوقتي قلت اطلع اشوف ايه اللي في الديب فريزر. لقيت برتقان عاملاه حلق كده، وبرتقان برضه عاملاه مصفياه وخليه خام. وعندي مانجا، وعندي قمر الدين. انا بحبش قمر الدين الكيس. عندي مشمش. بصوا والله من السنه اللي فاتت. هطلع الحاجه اللي انا عاوز اعملها كده. وعندي شويه فراوله، وعندي الصوبيا والتمر، الحاجه الوحيده اللي هي تقليدي على طول البلح. هطلعهم كده عشان هنعمل العصاير. انا بشوف ايه اللي في الفريزر. انا مش عايزه اجيب حاجه من بره، يعني هشوف انا يعني عندي ايه واطلعه. بصوا هنعمل الفراخ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هخليلكوا واحده عشان تشوفوها بتتخلي ازاي. دي الفراخ اللي انا كنت مربيها يا جماعه. انا ما بحبش انزلها تحت، انا اللي منضفاها، انا اللي عاملاها في البيت.
الوراك دي ممكن نعملها كنتاكي، نعمل بيها اي حاجه. نخليها هنا نشوف هنعمل ايه. بصوا هي مجمده، لازم اسيبها تفك شويه، الوقت متاخر، شكلي مش هعمل النهارده برضو بانيه، هشوف هنعمل ايه بامر الله. بصوا يا جماعه الوقت دلوقتي مش هيعمل ايه، مش هنجز دلوقتي. الفراخ بصوا الصدر مجمد، مش عارفه اقطعه واقليه. هعمل بقى حاجه دلوقتي لان الساعه داخله على 4:30. الفراخ دي ما شاء الله كبيره، انا كنت عايزه اعملها بانيه، بس بألف هنا والشفا. يعني ايه ولادي اللي هياكلوا بألف هنا والشفا. بصوا بقى انا عملتها لهم مره، بصوا الفرخه مش جايه في الصينيه، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه عيالي عملت لهم الفرخه بالطريقه دي، عليها شويه ملح وفلفل اسود. وهقول لكم بقى سر خطير، هحط بس الملح والفلفل الاسود، بتحط لهم بس شويه فلفل اسود كده وشويه ملح. هقول لكم بقى السر، ولا بحط لها سمنه ولا زيت، يا دوبك بس بعملها كده بايدي عشان تشرب. بصوا بقى معلقتين من ايه ده، خلطة محشي. خلطة محشي، اه والله خلطة محشي عملتها بالطريقة دي. والله عيالي بيتخانقوا عليها، انتوا جربوها. بس ما فيهاش، ما تحطيش عليها خضرة بالطريقة دي. كان ما عنديش صلصة ولا عندي قوطة، وقلت اجرب. كان عندي بعمل ساعتها محشي، واخدت معلقتين وحطيتهم في ايه، على الفراخ، ودخلتها الاول غليتها على الفرن. دخلتها غليتها في البوتاجاز وعلى الفرن دخلتها. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم الصوص ده بطلع لهم عيش، وما بياكلوش العيش جنب المكرونه، سابوا المكرونه وكلوا، سابوا برضو المحشي وكلوا. يعني ما شاء الله ما بعملها لهم جنب اي حاجه. بصوا هحط لها كوبايه ميه بس. بصوا يا جماعه هنا نقعتهم هنا، يعني قربوا يفكوا. ممكن لو ما فكوش هعملهم بعد الفطار، مش الزيت ده. انا ممكن ايه استخدم عشان الوقت. انا كده خلاص عندي غداية، يعني فطارنا بامر الله. هنشيل دول. بصوا الفطار خلص في 5 دقايق، علشان الحاجة ايه جاهزة ومتنضفة وفي الديب فريزر، الواحد محسش بأي حاجة. بصوا بقى انت ممكن تاخديها ازاي، تجيبيها كده. ما بحبش السكاكين الكبيرة خالص، ما بحبش اتعامل بيها. بصوا كده، في نفس الوقت الورك هيكون كبر، وتاخديه من الحتة دي. بس الحتة دي بعد كده مش بيبقى ليها لازمة يعني. بس انا مش عايزة افصل لك الفيديو لغاية ما اوريكي هي بتطلع ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، بصي اهي، ده الورك. العظمة تحسي ما شاء الله مش هتتكسر. اهو الوراك ممكن نحطها هنا، وده نكمل ايه حطه. بصوا يا جماعة الكاميرا موضحة، بتجيبيه من هنا من عند الجناح، من هنا كده كده. بصي تبقي ماشية واحدة واحدة معايا، بحيث ما تهدريش في اللحم. اهي هجيب سكينة صغيرة. بصي كده من الناحية التانية برضو من عند الايه الجناح كده كده. انا بقعد بقى ايه اسلكه لما حد وراني اعمل حاجه. انا اللي بعمل لنفسي كل حاجه، لان يا جماعه الحاجه غاليه
انا سمعت ان البانيه رخيص، يعني رخيص بكام؟ قالوا ب150 جنيه. قلت لهم هو كده رخيص؟ طب والعيال عايزين ياكلوا بانيه، طب ما انا اعمله في البيت. وعندي الحمد لله الفراخ واروح عاملاه. لو اقول لكم ريحه الفراخ اللي انا بعملها يا جماعه والله جميله 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 جميله، ريحتها تحفه. انا بحب احط لها قرفه، بس قلت لما تاخد غلوتين. كانتش عندي الصراحه ولسه جايبه قرفه. القرفه بقت ب100 جنيه يا جماعه، معرفش ليه. وجايبه مستكه، المستكه ب500 جنيه. جايبه تمن كيلو ب75 جنيه. هو حقها بحاجه ب60، بس هو ادالي ب75 جنيه. بصي بتطلعي كده بتسلكي اهو. استنى انا هوريكي شكله. بصي كده، انتوا شايفيني ولا لا؟ استنى. ايوه كده هتشوف اهي. تقعدي تسلكي كده لغايه ما الصدرين يطلعوا معاكي. ادينا خلصنا من هنا، لما بتاخد وقت ولا اي حاجه. انا مش عايزه افصل الكاميرا عشان تشوفي احنا بنعمل ايه. كل حاجه تقدري تعمليها في بيتك باقل التكلفه. الكتاكيت المره دي رخصت قوي يا جماعه. الكتاكيت نزلت قوي 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 اسعارها. بس المشكله انا عايزه بقى اوريكم الاوضه اللي انا كنت مربيه فيها، اوريكم شكلها بقى جميل ازاي، ولكني كنت مربيه فيها حاجه. عاملاها اوضه للعب للعيال. لما حد بيجيلنا معاهم عيال بدخلها فيها، وفرشه انتريه واللعب. هوريها لكم. بصوا اهو اهي. الصدرين يعتبروا فصلوا عن بعضهم. تمسكيها من كده وتشدي اهو، بكل سهوله بتشدي كده اهو. مجمده قوي، وجعت لي ايدي. انتي بقى سيبيها تفك شويه. بصوا عشان مجمده، انا مش عايزاها تتهري. انا مش هقطعها دلوقتي، انا هوريكي تخليها ازاي. بصي اهي. وتشيلي الجلد ده كله. هوريكي الصدرين طلعناهم ازاي. أهي. في ناس يا جماعه مبتعرفش تاكل في البيت. اهم الصدرين. ادي البانيه بتاعك. انا ممكن اقطعه بس حاسه هيتهري. طب هسيبه شويه وهرجع لكم. بصوا الفرخه التانيه نفس النظام. انا هعمل فرختين، هما كانوا 3. عملت واحده، هعمل دولت 2 بانيه. بصوا برضه في الشكل ده، جايبها لك برضه بكل تفاصيلها. بتوسعيها كده بالسكينه اهي. وتجيبي دي كده عشان يطلع معاكي الورك مليان. بصوا وتقلبيه كده وتكسريها من هنا. هو بتاع الفراخ بيكسرها من تحت شويه، تكسريها من فوق شويه. بصوا هنعملها كده اهي. ادي الصدرين طلعوا والوركين طلعوا. لا اله الا الله. بصوا بسم الله ما شاء الله الورك قد ايه يا جماعه. ده من تربيه ايديكي. يعني بسم الله ما شاء الله بتاكلي فراخ ولا متحقنه ولا متهرمنه ولا اي حاجه. بصوا هنعمله مع بعض اهو. الصدر التاني عايزه تطلعي الجلده الاول براحتك عشان ما يزفرتش منك اهو. بصوا بتجيبيه كده من ناحيه الجناح، من هنا، من عند هنا كده 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 كده. تفضلي وراه لحد ما ايه،
يستسلم كده. بس والله بنيه انت اللي هتعمليه في بيتك احسن 100 مره من الراجل ما يديهولك ويبقى ملهولك ميه. بصي بسم الله ما شاء الله. انا كنا النهارده هناكل اكله ودخلنا في اكله تانية، وبعد كده ولا عملنا الاولانيه ولا التانية، عملنا حاجه تانية. الفراخ دي سبحان الله، الواحد بيبقى مرتب على حاجه وربنا مش بيبقى رايدها سبحان الله. بصوا كده. كده يا جماعه هندردش مع بعض واحنا بنخلي الفرخه. القناه عندنا يا جماعه بقالها سنه او سنه واكتر، يعني فيها التفاعل مش جامد يعني، والقناه والله بتتعرض وبنزل فيها فيديوهات حلوه. الاول كانت بتاعه الاولاد، وبعد كده انا قلبتها مطبخ لان انا بحب المطبخ من زمان. يعني ما تنسوناش في اللايك يا جماعه وتشتركوا لنا في القناه. بس كده يا جماعه، هم دول الكلمتين اللي انا كنت هقولهم لكم. كل سنه وانتم طيبين. بصوا هنمسكه كده، هي عايزه سكينه وتفضل ورا لان انا مش عايزه العظم ده يطلع فيه لحم. البانيه غالي زي ما انا قلت لكم، بيقولوا ب 150 او 180 الله اعلم. انا من قبل الفراخ ما بتغلى وانا بحب اربيها في البيت. يجي عليا رمضان احب اجيب مثلا 20 ولا حاجه اربيهم. انا ما كنتش اعرف ان هي هتغلى كده يوم ما كنت مربيه. عشان كده يا جماعه الحاجه والله نفعت. كل سنه وانتم طيبين. رمضان عزومات، عزمت اخواتي ما حسيتش، العزومه الجايه ما حسيتش يعني. الحاجه لما تكون في البيت، الفرخه انا سمعت ان هي 150 جنيه ال 2 كيلو دولت بقى ما شاء الله. الفراخ بتاعتي 3 كيلو، 2 ونص، 2 وربع يعني حسب. بس انا مش عايزه اقطع لكم الفيديو لما اطلع الصدر ده. بصي انت كده بتجيبيها من هنا اهو كده يا جماعه، اهي فاصله خالص. تتكي كده كده، هي مش مهم العظمه هتطلع عادي. اهي اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اوزن لكم الصدرين قد ايه. استنى هجيب الميزان. الحاجات دي مش بنرميها برضه، تعملي بيها اي حاجه. اهو هطلع لكم منها، يعني ممكن تعمليها كنتاكي. انا ما برميش اي حاجه من الفرخه والله. يعني ايه الرجل، المصارين، الحاجات دي، الراس. اما اي حاجه تانية انا ما برميهاش، حرام. بصوا ما شاء الله. الجناح التاني ما شاء الله هيتشطف شطفه كويسه. الرقبه، الجلد ده بقى اللي ممكن ترميه لان محدش بياكله، بيعمل دهون وحاجات وكوليسترول. بصوا تمام كده. بصوا الميزان قدامكم اهو، وهنشوف الصدرين عملوا قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله، كيلو وربع. بصوا الميزان. استنى اجيبهولكوا شويه. بصوا يا جماعه استنى اهو، بصوا كيلو وربع. هنا الربع، حاجه على ايديكي ونضيفه، وبسم الله ما شاء الله انت اللي عاملاها. هنقعد بقى نقطعه مع بعض. بس ايه، بصوا انا عشان الفيديو ما يطولش على حضراتكم، بصوا انا هقطعه معاكم بسرعه. بصوا ادي الصدر اهو، تجيبيه كده تحطاه على ترابيزه المطبخ كده، وتطلعي منه اللي انت عايزه تطلعيه. عايزه ستريبسي، عايزه تطلعيه اي حاجه اللي انت عايزاها كده، مش حاميه خالص.
بردت من الدقيق. بصوا يا جماعه اهي، نقطع حته تانية. هي الاولى مش بتبقى مظبوطه قوي بس مظبوطه الحمد لله. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، انا قطعته قدامكم، هخلص الكميه وارجع لكم. بصوا يا جماعه هنا القوطه بتتسبك، وهحط المكرونه الاسباجيتي اللي اتسلقت ما شاء الله. وهنا طريقه الفراخ اللي انا قلت لكم عليها، هنا بتستوي لسه هتاخد وش. بس انا تليفوني بعافيه يعني تليفوني مقرف شويتين، هيفصل مش هيكمل الفيديو، عشان كده انا بعرفش امنتج لان مفيهوش مساحه. وهفصل معاكم علشان خاطر مش يعني لسه وقت طويل على الفطار، لسه ساعه كامله والتليفون مش هيستحمل. علشان كده هقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.